بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة صحبة الكروشيه، واهلا بكل اعضاء جروب صحبة الكروشيه. احب في الاول بس اشكركم جميعا على تعليقاتكم الجميلة الحقيقة، واتمنى من ربنا ان احنا نكون بنقدم ولو معلومة بسيطة، بس مهم انها تكون مفيدة ان شاء الله. النهاردة باذن الله حابة اعمل معاكم الطاقية ديت. هي مقاسها طاقية بيبي، يعني من يوم لغاية 3 شهور. وحابه انفذها معاكم لاني نفسي الحقيقه ان يعني نظبط مع بعض موضوع مقاسات الطواقي، فان شاء الله نحاول نظبطها النهارده. انا المفروض ان احنا الطاقيه دي او اي ملابس للاطفال بصفه عامه اشتغلها بخيط قطن، يعني بيكون ناعم ويكون كويس على جلد الطفل يعني. بس انا هنا عشان ده نموذج الحقيقه انا هستخدمه بخيط فيه نسبه صوف صغيره، وهستخدم مع الخيط ده ابره مقاس 5. والحقيقه انا شفت لكم يعني الابره اللي انا بستخدمها دي اللي هي من الناحيتين، اللي بيعادلها من الابره الالومنيوم العاديه اللي هي من ناحيه واحده. لقيت ان رقم 5 عندي بيعادلها رقم 3، يعني لو نشوف كده نلاقيهم نوعا ما قد بعض. اوكي. طيب، وهنحتاج علامات عشان نعلم اول غرزه، ومزوره ومقص. حابه في الاول بس اقول لكم ازاي انا بقيس الطاقيه وبشوف حساباتها ازاي. الطريقه اللي انا هقولها لكم دي الحقيقه انا شفتها على اليوتيوب، ولما طبقتها في طواقي انا عملتها لقيتها كويسه جدا. وزي ما بقول لكم انا شفتها على اليوتيوب وتعلمتها من هناك، فاتمنى ان انا هوصلها لكم باذن الله للي ما شافهاش. الطريقه دي بتعتمد، او الطاقيه بصفه عامه بتعتمد على مقاسين لازم يكونوا عندي. مقاس دوران راس، ومقاس طول الطاقيه. وطبعا المقاسين دول سهل قوي ان انا احصل عليهم. بقيس دوران رأس بالمزوره، وطول الطاقيه اللي مناسب ليا. حد عايزها طويله شويه، قصيره، طويله ويتنيها، دي في ايدينا مفيش مشكله فيها. المهم نظبط الطاقيه من فوق. طيب انا هنا هفترض معاكم افتراض ان دوران الرأس عندي طلع 52 سنتي. هشتغل ازاي الطاقيه؟ امتى هوقف التزايد في الطاقيه؟ هعمل خطوتين. هقول 52 ناقص 4 بيساوي، هقول لكم ليه بنشيل منها 4، بيساوي 48 سنتي. بعد كده الخطوة التانية أقول 48 على 3.14%. 3.14% دي يا جماعة رقم ثابت، يعني ده كده رقم ثابت. أوكي. طيب نقسمهم على بعض ونشوف الناتج هيكون إيه. هنا عندي 48 على 3.14% بيساوي تقريبا 15 سنتي. أوكي. الرقم ده هو ده قطر الدايرة اللي هوقف عنده التزايد. يعني انا هبتدي اشتغل الدايره بالتزايد العادي بتاعها، واول ما اقيس القطر بتاعها الاقيه 15 سنتي. اوكي كده هوقف التزايد، وابتدي اشتغل الغرزه بتاعتي بتاعت الطاقيه العاديه بقى. اي غرزه انا عايزه استخدمها كده ان شاء الله هتطلع مظبوطه باذن الله. اوكي، لان انا هعتبر الطاقيه ده كده دايره، فده كده هيبقى محيط الدايره. اوكي، وعشان اوصل للقطر الدايره بقسمه على 3.14%. تمام. طيب يبقى دي كده الطريقه اللي انا شفتها وطبقتها ولقيتها مظبوطه جدا. ال4 سم اللي انا بشيلها دي يا جماعه، آه انا لو قسمت على طول 52 على 3.14%، يعني محيط الدايره لو بفرض ان هي راس كده هتبقى عباره عن دايره، محيط الدايره على 3.14%، وهيديني رقم. بس كده الطاقيه هتبقى واسعه شويه، عشان كده انا بشيل 4 سم، لان اصلا الخيط لما بستخدمه الحاجه بتريح شويه بعد الشغل. تمام، عشان كده انا بشيل 4 سم كده بتطلع مظبوطه تمام. طيب في ناس هتقول لي انا مش قدامي الشخص او مش قدامي الطفل اللي بعمل له الطاقيه، او بعملها هديه او بعملها شغل. طيب كده هنرجع تاني لجدول مقاسات الطواقي، وان شاء الله انا هنزله لكم في نهايه الفيديو. الجدول دوت بيحدد لي المقاسين دول اللي هو دوران راس وطول الطاقيه. اوكي. انا هفترض معاكم دلوقتي ان انا الطفل مش قدامي، فمش عارفه محيط راسه ايه، انا عايزه اعمل لبيبي. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح على جدول مقاسات الطواقي، هشوف دوران راس قد ايه. هلاقيه مكتوب عندي من 33 ل 35 ل 36 اسف. اوكي، انا بقى هفترض ان هو 35، يعني رقم وسط بين الاثنين دول. هلاقي طول الطاقيه ده كده هتلاقوه في جدول مقاسات الطواقي. هلاقي طول الطاقيه من 13 ل 15. اوكي. طيب انا كده حصلت على الرقم اللي انا عايزاه اللي هو دوران الراس. هطبق بقى الطريقه اللي احنا قلناها دي اللي هي عباره عن خطوتين. اول حاجه هقول 35 ناقص 4، هشيل منها 4 سم هيبقى 31. الخطوة التانية هقول 31 على 3.14 يساوي، نشوف كده هيساوي كام.
يبقى 31 على 3.14 هيساوي حوالي 9.8 يعني حوالي 10 سنتي. اوكي، يبقى ال10 سنتي دي انا هحاول اقرب لكم الكلام شويه كده. يبقى ال10 سنتي دي هي قطر الدايره اللي هوقف عنده التزايد. ال10 سنتي دي هي قطر الدائره اللي هنوقف عندها التزايد خلاص، وبعدها هشتغل الغرزه بقى اللي احنا هنشتغلها دي ان شاء الله بدون تزايد، وباذن الله تطلع مظبوطه معانا خلاص. والطول طبعا في ايدينا، عايزاها طويله عايزاها قصيره، همشي على حسب الطول اللي مكتوب عندي في جدول مقاسات الطواقي، مفيش مشكله. اتمنى ان شاء الله تكون الطريقه واضحه، وباذن الله طبقوها، صدقوني هي دي هتظبط لكم الشغل باذن الله. طيب نبدا بقى نشوف هنعمل الطاقيه بتاعتنا ازاي. اول حاجه هنعملها هنعمل دايره سحريه زي ما اتعودنا. احنا بنعمل عقده بسيطه كده، ونخلي الطرف الصغير الناحيه دي والطرف الطويل الناحيه دي، ندخل الابره بتاعتنا كده ونسحب الخيط ونبدا الشغل. انا هعمل عواميد، فانا هرتفع 2 سلسله. وليه هرتفع 2 سلسله؟ لاني انا مش هعتبرهم عمود، انا هرتفعهم لمجرد الارتفاع بس. هشتغل بقى جوه الدايره دي 12 عمود. احنا عارفين العمود بيتعمل ازاي اهو. بلف لفه واخش جوه الدايره واسحب الخيط، هيبقوا 3 لفات. اقفل اول 2 والاتنين التانيين، اقفل اول 2 والاتنين التانيين، هلف لفه اخش جوه الدايره، هيبقى عندي 3 لفات. اقفل اول 2 وبعدين تاني 2. ادي العمود بلفه. نعمله تاني بشويش للي برضه لسه بيتعلم معانا. هلف لفه وادخل جوه الدايره، اسحب الخيط، هيبقوا 3 لفات على الابره. هلف الخيط على الابره واسحب اول 2، هلف الخيط واسحب الاتنين التانيين. خلاص احنا كده اشتغلنا كام عمود؟ احنا قلنا سلاسل الارتفاع دي انا مش هحسبها عمود، مجرد ان انا برتفع بيها بس. اعد بقى 1 2 3 4 5، كده عملنا 5 عواميد. هكملهم 12 عمود ونرجع نقفل السطر الاول سوا. عملنا ال 12 عمود اهو. نشد بقى الطرف ده بتاع الدايره السحريه كده، وهنقفل في بمنزلقه، بغرزه منزلقه فين؟ في اول عمود انا اشتغلته بالشكل ده كده. نشد الفتله دي كده، بقى ده السطر الاول اهو. السطر الاول بقى عباره عن 12 عمود بلفه. السطر التاني احنا زي ما اتفقنا هنمشي بتزايد الدايره العادي. حابه برضو يا جماعه اقول لكم على حاجه مهمه. التزايد في الدايره عايزه اقوله لكم ببساطه شديده جدا، عشان برضو في ناس بتتلخبط منه، بتقول لي الدايره بعملها بتطلع مكشكشه، يعني فيها زياده يبقى كده في الغاز، او بتطلع شده مقفله كده زي طاقيه. احنا عايزينها الدايره تبقى مفروده ومستويه. هقول لكم ازاي التزايد في الدايره، وده تطبقوه على كل الشغل بتاعكم ان شاء الله يظبط. التزايد في الدايره. طيب انا هنا بدات السطر الاول 12 عمود صح كده، يبقى عدد الغرز 12. طيب السطر التاني، السطر التاني بعمل تزايد في كل الغرز. تزايد يا جماعه يعني بعمل غرزتين في غرزه، سواء الغرزه اللي انا بشتغلها دي حشو نص عمود عمود، المهم ان هي بيبقى 2 في 1، يعني غرزتين في غرزه. طيب معنى كده ان في نهايه السطر التاني ده يا جماعه هيبقى عندي عدد الغرز كام؟ 24، اللي هو عباره عن ايه؟ عدد الغرز ده بيبقى عدد العواميد اللي انا بدأت فيها مضروب في رقم السطر اللي انا شغاله فيه. يعني هنا ده السطر الاول وانا اشتغلت 12 عمود، هيبقى 12 في 1 هيبقى 12 غرزه. طيب السطر التاني البدايه كانت كام؟ برضو 12. اضرب 12 عمود اللي انا كنت الاساسيين بتوعي في رقم السطر اللي انا شغالاه اللي هو في 2، هيبقى 24 غرزه. طيب السطر التالت هعمل عمود وبعدين اعمل تزايد، عمود تزايد. اوكي، هيبقى كام غرزه في نهايه السطر ده؟ ال 12 عمود اللي انا بدأت بيهم اضربهم في رقم السطر اللي انا شغاله فيه هيبقى 36. يبقى عدد الغرز في نهايه السطر الثالث هيبقوا 36. السطر الرابع هشتغل ازاي؟ هشتغل عمود عمود وبعدين تزايد. في نهايه السطر ده هيبقى عندي كام غرزه؟ اعرف ازاي؟ اضرب ال 12 عمود اللي بدأت بيهم في رقم السطر اللي انا شغاله فيه، يبقى 48 غرزه. السطر الخامس وهكذا هشتغل عمود 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 وبعدين تزايد. كل مره بزود عمود، يعني كل مره بعمل تزايد بعد ده بعمود. اوكي، هنا هيبقوا كام غرزه؟ نضرب 12 في 5 هيبقوا 60 وهكذا. دي طريقه حساب عدد الغرز في نهايه كل سطر بالنسبه للتزايد بتاع الدايره. بداتي ب 12 عمود تضربي
السطر الاول 12 في 1 هيبقى عندك 12 غرزه. السطر الثاني هيبقى 12 في 2 ب 24 غرزه. السطر الثالث 12 في 3 ب 36 غرزه، وهكذا. اعملي بقى عدد السطور اللي انت عايزاها، مفيش مشكله طالما ماشيه بالنظام ده. وكل مره هتزودي عدد العواميد اللي بتشتغليها وبعدين تعملي تزايد. هنا كانوا 3 عمود وبعدين تزايد. في السطر رقم 6 هيبقوا 4 عمود وبعدين تزايد. السطر رقم 7 هيبقوا 5 عمود وبعدين تزايد. تمام يا جماعه؟ دي طريقه التزايد في الدايره. لو مشيتي مظبوط بيها وتاكدتي كل سطر من رقم الغرز اللي احنا قلنا عليها دي، لازم هتطلع ان شاء الله مظبوطه وزي الفل. تمام؟ احنا هنعمل الدايره بتاعتنا دي بنفس النظام ده. اوكي؟ طيب، يبقى احنا كده خلصنا السطر الاول. احنا قلنا السطر التاني هنعمل فيه ايه؟ الاول هنرتفع 2 سلسله، قلنا دول مش هعتبرهم عمود، دول مجرد ارتفاع فقط، وبالتالي انا هشتغل في نفس الغرزه اللي انا ارتفعت منها، لان دول مش هحسبهم عمود. هشتغل بقى السطر التاني زي ما اتفقنا بالظبط كده، تزايد في كل الغرز. تزايد يعني هعمل 2 عمود فوق كل عمود. ادي كده اول عمود عملت فوق 2 عمود. عايزه اتعلمي؟ اوكي، عايزه تعلمي اول عمود اشتغلتيه اهو، تمام، مفيش مشكله خالص. ماشي، يبقى كده اول غرزه عملت فيها تزايد. الغرزه التانية اعمل فيها تزايد. الغرزه التالتة اعمل فيها تزايد، وهكذا. هكمل السطر كله تزايد فوق كل غرزه. نكمل السطر ده ونعد الغرز بتاعتنا، لازم نلاقيها 24 غرزه. اوكي؟ كده السطر التاني خلاص خلص. هنقفل مع بعض، هنشوف هنقفله ازاي. بنشيل العلامه اهو، وفي اول عمود اشتغلته ادي اول عمود اهو، دول سلاسل الارتفاع ماليش دعوه بيها، وده كده اول عمود. هعمل غرزه منزلقه واقفل السطر رقم 2. ادي كده السطر رقم 2 اتقفل. اللي بيخليني يا جماعه برضو معلومه برضو مهمه بالنسبه للدايره، اللي خلاني ارتفع 2 سلسله وما اعتبرهمش عمود واشتغل عمود في نفس الغرزه اللي ارتفعت منها، لان لو عملت 3 سلسله واشتغلت بعد كده ال3 سلسله السمك بتاعهم ارفع شويه من العمود، فبيبقى في فراغ هنا كده بين السلاسل الارتفاع اللي هي اعتبرتها اول عمود وبين اللي بعد كده. فمش دايما بعمل الحكايه دي، يعني مش دايما برتفع يعني ده حسب الباطون اللي قدامي. اوكي؟ فطالما هنا بعمل دايره مفيش يعني ارتباط بحاجه محدده، فيستحسن اعملها كده عشان تبقى مقفله على بعضها كده ومظبطه. اوكي؟ والطريقتين طبعا صح ومفيش مشكله فيهم. السطر التالت قلنا هنعمل ايه؟ هنرتفع 2 سلسله. هيمشي ازاي السطر التالت؟ ها اهو الطريقه اللي احنا لسه شارحينها. السطر التالت هنشتغل عمود وبعدين تزايد، في النهايه هيبقوا 36 غرزه. السطر الرابع عمود عمود تزايد. السطر الخامس عمود 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 تزايد. ماشي يا جماعه؟ مهمه قوي الحكايه دي. هنا عندنا السطر التالت هنشتغل عمود في نفس الغرزه اللي انا ارتفعت منها، وبعديها هعمل تزايد. تزايد خلاص اتفقنا، يعني 2 عمود. 1 2. نكرر تاني، نعلم اول عمود تحبه اهو. تمام اهو. عملنا عمود 2 عمود. نكرر تاني، عمود في الغرزة اللي بعدها هنعمل 2 عمود. 1 2. يبقى السطر التالت كله هيمشي كده عمود 2 عمود. يلا نخلصه ان شاء الله ونرجع نكمل. كده السطر التاني هننهيه مع بعض. هشيل العلامة ونعمل غرزة منزلقة في اول عمود اشتغلناه بالشكل ده. ادي تاني سطر انتهى. اوكي، لغايه دلوقتي الدايره اهي مفروده وزي الفل. طيب السطر التالت هرتفع 2 سلسله، وفي نفس الغرزه اللي ارتفعت منها هشتغل ايه بقى المره دي؟ عمود، وفي الغرزه اللي بعدها عمود وبعدين تزايد. اوكي، تاني نكرر تاني. هنشتغل عمود واللي بعدها عمود والغرزه اللي بعدها هنعمل تزايد 2 عمود. اوكي، يبقى السطر رقم 1 2 3. السطر الرابع هنشتغله عمود عمود 2 عمود. نخلصه ونرجع بإذن الله. آخر غرزة هنا في السطر رقم 4 هتبقى تزايد. عايزة أقول لكم برضو من الحاجات اللي تأكد لك إن الشغل بتاعك مظبوط، إن دايما آخر سطر آخر غرزة في كل سطر هتبقى تنتهي بتزايد. أوكي، وهقفل بغرزة منزلقة في أول عمود أنا اشتغلته. يعني دلوقتي عشان تتاكدي ان شغلك دايما مظبوط، اولا هتعدي زي ما اتفقنا، عرفنا ازاي عدد غرز كل سطر اعرف اجيبها. ثانيا هتبقى اخر غرزه في كل سطر هتبقى تزايد. اوكي، ده يعرفك انك ماشيه مظبوط برضه. كده احنا خلصنا السطر الاول والثاني والثالث والرابع. نبدا السطر الخامس هنرتفع 2 سلسله. تمام،
وهنشتغل ايه بقى في السطر الخامس؟ هنشتغل عمود عمود عمود، 3 عمود جنب بعض، وفي العمود الرابع هنعمل تزايد. اوكي، يبقى السطر الخامس كله هيمشي بالطريقه دي، 4 عمود جنب بعض، سوري 3 عمود جنب بعض، 1 2 3، وفي العمود الرابع هنشتغل تزايد. اوكي اهو. بعد السطر الخامس ده هنعد الغرز بتاعتنا، لازم تطلع 60 غرزه، نكمله ونعد غرزنا ونتاكد ان هما 60. تمام. كده انا خلصت السطر الخامس، وزي ما انتم شايفين الدايره هي لغايه دلوقتي ماشيه مظبوط ويعني مستويه. اوكي، طيب نقيس بقى قطر الدايره. احنا كنا اتفقنا يا جماعه احنا عايزين نوصل للدايره دي لغايه قطر كام؟ احنا كنا حسبنا الحسبه بتاعتنا وقلنا ان احنا محتاجين قطر الدايره يبقى كام؟ 10 سنتي. اوكي، طيب نشوف كده، نقيس ونشوف الدايره دي القطر بتاعها كام. وعايزه اقول لكم قطر الدايره بقيسه ازاي. بقيسه من اول طرف الدايره من هنا، ولازم اعدي على السنتر هنا بتاع الدايره، يعني ما ينفعش اقيس كده مثلا، لازم اقيس كده من طرف الدايره دي كده، واعدي على السنتر بتاع الدايره بالمزوره اهو. شايفين كده طلع 10 سنتي بالظبط. اوكي، يعني كده القطر مظبوط معايا 10 سنتي بالظبط. يبقى انا كده مش هعمل تزايد تاني، يعني مش هعمل سطور تزايد تاني، هوقف التزايد على كده. زي ما قلت لك، انت حسبتي الحسبه بتاعتك وطلعت اكتر من كده، هتفضلي تزودي السطر السادس السابع الثامن بنفس التزايد اللي اتفقنا عليه خلاص في الدايره، لغايه ما يوصل للقطر اللي انت ايه اللي مظبوط عندك. وزي ما قلت لك هتقيسي كده بالمزوره من طرف الدايره من الناحيه دي، لازم المزوره تعدي على السنتر بتاع الدايره وتوصل للطرف التاني، ما ينفعش تقيسي كده، ما ينفعش تقيسي. اوكي، طيب يبقى احنا كده الدايره بتاعتنا اوكي مظبوطه وتمام. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ نبتدي بقى نعمل الغرزه بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي دي. شايفين شكلها جميل ازاي؟ طيب اول حاجه هنرتفع سلسله، تمام، وهنعمل غرزه حشو في نفس الغرزه اللي ارتفعت منها. يبقى انا كده عملت غرزه حشو، وبعدين هسيب 2 غرزه، هسيب 1 2، وفي التالتة دي هعمل 5 عواميد، هعمل 5 عمود، 1 1 2 3 4 5، وبعدين هسيب غرزة وواحدة كمان، اسيب غرزتين، وفي التالتة دي هعمل غرزة حشو. غرزة حشو احنا عارفين بتتعمل ازاي، بسحب الخيط كده واخدهم الاتنين مع بعض. خلاص، يبقى السطر ده كله همشي نفس النظام ده، هسيب غرزة والتانية، وفي التالتة هعمل 5 عمود. نعمل مع بعض 1 2 3 4 5، وبعدين هنسيب غرزتين، وفي التالتة دي هنعمل غرزة حشو. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى السطر السادس كله هيمشي على هذا النظام، غرزتين وفي التالتة 5 عمود، اسيب غرزتين وفي التالتة حشو، اسيب غرزتين وفي التالتة 5 عمود، اسيب غرزتين وفي اللي بعدها في التالتة حشو. نكمل السطر السادس ونرجع ان شاء الله نشوف هنقفله ازاي. كده نهاية السطر السادس. هنقفله ازاي بقى؟ خلي بالكم احنا عملنا في اول غرزة هنا غرزة حشو، ودي اللي انا هقفل فيها بغرزة منزلقة. انا كده وقفت لغاية 5 عمود، المفروض هسيب غرزتين، ادي 1 2، واعمل غرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها. يبقى انا كده نهيت السطر الايه السادس. خلي بالكم يا جماعة بداية نهاية السطور هنا مهمة جدا، وبدايتها كمان في السطر ده واللي بعده واللي بعده، بعد كده هنكرر فالموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله. يبقى السطر ده نهيناه بغرزه منزلقه في اول غرزه حشو انا اشتغلتها. هعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع سلسله، وفي نفس الغرزه اللي انا ارتفعت منها دي هعمل 5 عمود. اوكي، هنعمل 5 عمود، 1 2 3 4 5. اوكي، طيب وبعدين هعمل غرزه حشو فوق العمود رقم 3. فين العمود رقم 3؟ 1 2 اهو، هعمل غرزة حشو فوقيه، واكرر بقى الحكاية دي. غرزة الحشو دي اللي هي بين المجموعتين اللي هي 5 عمود و5 عمود، في هنا غرزة حشو هعمل فوقيها 5 عمود. اوكي، 1 2 3 4 5. اوكي، وبعدين فوق العمود رقم 3 هنا ده ادي 1 2 3 هعمل غرزة حشو.
يبقى السطر السابع كله هيمشي بالنظام ده. فوق غرزة الحشو 5 عمود، فوق العمود رقم 3 غرزة حشو، 5 عمود غرزة حشو. نخلص السطر السابع ونرجع عشان مهم قوي نشوف هيتقفل ازاي ان شاء الله. كده انا خلصت السطر رقم 7. فاضل لي بس هعمل غرزة حشو فوق العمود الثالث هنا كده اهي، وننهي بقى السطر. هننهيه ازاي؟ السطر السابع خلي بالكم، عشان انهي السطر ده هعمل غرزة منزلقة فوق اول عمود انا عملته. شايفين اول عمود اهو، هعمل كده غرزة منزلقة فوق اول عمود انا عملته اهو. اوكي كده انا قفلت السطر. طيب ابدا السطر ده رقم 8 ازاي؟ خلي بالكم معايا، انا عندي كده انا اشتغلت غرزة منزلقة فوق العمود الاول. اوكي، فوق العمود التاني هعمل كمان غرزة منزلقة، تمام، وبعدين هعمل سلسلة، وبعدين فوق العمود التالت اعمل غرزة الحشو بتاعتي اللي انا بعملها كده. اوكي انا وصلت هنا ايه عند العمود التالت. شايفين يعني بدايات ونهايات الشغل في الغرزة دي بالذات مهمة جدا عشان الشكل كله يبقى زي بعضه، ما يبقاش فيه اختلاف. يبقى دي كده طريقة بداية السطر التاني. هشتغل ايه دلوقتي؟ هشتغل زي ما انا متعودة، فوق غرزة الحشو دي 5 عمود، وبعدين حشو فوق العمود رقم 3 هنا. نشوف مع بعض. يبقى هنا غرزة الحشو اهي هنعمل 5 عمود، 1 2 3 4 5. اوكي، وبعدين هعمل غرزة حشو فوق العمود رقم 3 زي ما متعودين عادي. شايفين كده مش باين النهاية ولا البداية فين، مظبوطة ازاي؟ يبقى ده السطر الثامن هشتغله، وزي ما انتم شايفين الطاقية ابتدت بقى ايه خلاص ما فيش زيادات، فهتبتدي دي تاخد شكل الطاقية كده اهي. شايفين؟ تمام. نخلص السطر الثامن زي ما متعودين، 5 عمود حشو في العمود الثالث، 5 عمود فوق غرزة الحشو، وغرزة حشو فوق العمود الثالث. نكمله ونرجع بإذن الله نشوف هنعمل ايه. انا خلصت السطر الثامن، هقفله ازاي؟ هقفله بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها اهو. شايفين كده؟ تمام. لو بصينا هنلاقي ان كل الغرز زي بعضها، مش هتبقي عارفة انت بديتي ونهيتي ازاي، وده الهدف الحقيقة من طريقة القفلات بتاعة السطور. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنكرر بقى السطرين 7 و8 دول للطول اللي احنا عايزينه. يعني عملنا السطر رقم 6 اللي هو اسسنا فيه الغرزة، بعد كده رقم 7 و8 هنكرر تاني 7 و8 7 و8 7 و8 للطول اللي انت محتاجاه. في الاخر بتدي الشكل ده، وزي ما احنا شايفين اهي طالعه مظبوطه. الدوران هتلاقيه مظبوط، لو قستيها على راس بيبي هتلاقيها ان شاء الله مظبوطه، وشكلها ظريف كمان. الغرزه دي بتدي شكل فستونات من تحت كده، فمش محتاجه يعني غرزه تجميل او زخرفه، هي جميله قوي. ممكن تعملي اخر السطر ده بلون مختلف، مثلا اللون اللي انت هتزيني بيه، وبعدين بنعمل الفراشه الحلوه دي. هي سهله قوي ان شاء الله، هعملها لكم باذن الله في فيديو مستقل. اتمنى ان شاء الله تكون الطاقيه عجبتكم وتنفذوها. وزي ما قلنا لاي مقاس سهل قوي ان انا اعملها، لاي مقاس هتعمليها بطريقه بسيطه جدا. عندك الطفل او الانسان او الشخص اللي انت هتعملي له الطاقيه هتقيسي عليه، هتاخدي دورانها رأس وتعملي الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها دي، وتشتغلي على طول لغايه ما توصلي تقيسي قطر الدايره دي كده لغايه ما يطلع الرقم اللي عندك ده، وتبتدي تشتغلي الغرزه اللي احنا قلناها دي اللي هي بسيطه جدا وسهله جدا وجميله جدا في نفس الوقت. ما عندكيش ارجعي لجدول مقاسات الطواقي وشوفي السن فين، وخدي دوران الرأس اللي مكتوب قدامك واشتغلي نفس الطريقه. طلعي الرقم اللي هيبقى هو ده قطر الدايره، واشتغلي لغايه ما توصلي لقطر الدايره، وقفي وابتدي اشتغلي الغرزه اللي انت عايزاها. وقلنا الدايره عشان تبقى مظبوطه معاكي امشي بالتزايد اللي احنا قلناه ده اللي هو الطبيعي بتاع الدايره، يعني هو ده التزايد الطبيعي بتاع الدايره. بس انا حبيت اقول لك المعلومه دي يمكن ما تكونش عندك. عايزه تتاكدي دايما من كل سطر هتعملي الحكايه دي، تضربي عدد العواميد اللي بداتي فيها في رقم السطر، هيطلع لك عدد الغرز المفروض تكون تنتهي بيها في نفس السطر اللي انت شغاله بيه ده. اتمنى ان شاء الله باذن الله اكون افدتكم ببعض المعلومات اللي انا اصلا اتعلمتها، واللي هي يعني بتسهل الشغل وبتظبطه جدا. واتمنى ان شاء الله الطريقه تكون عاجباكم، وباذن الله هعمل لكم الفراشه الحلوه دي. هي بسيطه جدا وممكن نزين بيها حاجات كتيره الحقيقه. هعملها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. شكرا، ونتقابل على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.